اليوم باش نعملوا مع بعضنا مقلوب في المقلة يجيكم بنين وما يتشققش كي يتطوي. وتوا تابعوني نشوفوا الطريقة. اول حاجة باش نحضر سلطة مشوية، خديت كمية من الفلفل والطماطم، غسلتهم ونشفتهم وحطيتهم في الاير فراير من غير ما نزيدهم لا زيت لا حتى شيء. شوية ثوم وندخلهم يطيبوا على اعلى درجة، وديما نتفقدهم ونقلب لين يطيبوا من الشريط الكل. وقتها نخرجهم ونقشرهم ديريكت من غير لا نقعد لا نلف لا نستنى لحتى شيء. هاكا على عينيكم في لحظة يتقشروا. نحيت الزريعة صغار باش ما تجيش حارة، الطماطم قشرتها ونحيت لها الماء اللي فيها. وباش نرحي بالماكينة العجيبة هذه حطيت الفلفل والثوم، من بعد رحيت الطماطم. الحق تجي ياسر بنينة بالطريقة هذه. فوحتها بشوية ملح، طيب وكروية، زيت زيتونة، وصيي حضرت. وتوا نتعدي ونعملو السوسالاي والا الثومية اللي تبان لي ساندويتش برشا. خذيت كيلو حليب يكون بارد برشا، عليهم 2 كيلات زيت نباتي، ملح، فلفل اكحل، فص كبير ثوم، 3 توابع فروماج. ونرحي بالميكسور بلونجون. نبدا نرحي من القاع وما نحركوش لين نتحصل على قوام ثقيل. وقتها نكمل نرحي الكل بالباهي، وهكا نتحصل على ابان واسرع صلصه ثوميه والا صوصالاي من غير بيض، تبننوا بها لي ساندويتش متاعكم. توا نتعداو نحضروا العجينه متاعنا. خديت كيس حليب دافي، الكيس متاعي فيه 250 ملي، زدتو ساشي خميره فوريه، مغرفه سكر باش تعاون الخميره باش تتفاعل، ونخلط. نغطيهم ونخليهم يرتاحوا 10 دقائق. من بعد ما تفاعلت الخميره نزيد 2 مغارف زيت، وباش نبدا نزيد الفرينه بشويه، 10 جرامات ملح، ونحطهم في العجينه يتعجنوا بالباهي. وكان حسيتها مازال تستحق فرينه نزيدها لين نتحصل على عجينه ما تلصقش وطريه كيما تشوفوا فيها توا في الفيديو. ندهنها بشويه زيت من الفوق باش ما تعملش القشره، ونحطها في بول مدهونه بالزيت ونخليها تخمر ساعه. انتر طون نمشيو نربحوا الوقت. خذيت كميه مسكالوب، فواحده بشويه ملح، فلفل اكحل، تابل، زعتر وكليج ياسر يفوحوا ويبننوا على الاخر، فلفل احمر، ثوم مرحي اختياري، زيت زيتونه. ونخلط بالباهي لين الفاح الكل ويتوزع بالتساوي. وطيبته في الاير فراير والا تنجموا تطيبوه في مقلة على الغاز. العجينه توا خمرت، خرجت منها الهواء وقسمتها على 4، نسمحهم بالباهي ونشكلهم. نرش توا الفرينة ونحل بالقلقال. وكان حسيناها مش مستوية نستويوها لين نتحصلوا على عجينة لاهي خشينة ولاهي جويدة كما تشوفوا فيها توا في الفيديو. بيه توا خديت مقلة ما تلصقش، حطيتها على الغاز وسخنتها بالباهي. وباش نطيبها على نار قوية من اللول، كتيب نقلبها ونقص في الغاز على الاخر. نحط الموتزاريلا العربي ال4 كعبات مقلوب باش نستحقوا 250 جرام. نحط توا الاسكالوب ونخليهم يطيبوا على نار هادية. في المرحلة هذه لازم نغطيو المقلة بغطاء باش الجبن متاعنا في ساعة يذوب وما يبطش في الطياب. ونتعداو توا نشخشخوه. حطيت الهريسة، سلسلاي، سلطة مشوية، شوية ليتو، فقوس، فجل، هاكا تحطوا اللي تحبوا، شوية طماطم، بصل قصيته شوية، نزيد شوية ليتو من الفوق ونسكرو. هاكا على عينيكم لا يتشقق لحتى شيء. العجينة قد ما نقولكم راهي طرية وشوية. وبنفس الطريقة حضرت البقية وتاكلوه بالصحة والهنا. جوست التصوير خذا مني شوية وقت، وجبن برد على هذاك ما جاش يتجبد بالباهي. سينان جربوا الريسيت وتذكروني وقولوا لي كان تحبوا نكثروا من لي ساندويتش، والا كان عندكم اي افكار هكا اكتبوا لي في لي كومنتير. يلا نتقابلوا في بنة جديدة.